خاصه مصطفى شلبي من ناحيه الشمال سيء للغايه في الجبهه اليسرى، واقفه تماما، اللعب كله على زيزو او على شحاته او على نصر ماهر، لو هي في الكوره الوحيده اللي فاق فيها الكوره دي يعني. عباس، كنت تتحدث عن بطء في تحضير فريق الزمالك في شوط المباراة الأول، وهذا كان واضح أيضا لحظة انقطاع الكرة في المناطق الخلفية والتقدم إلى الأمام كان في بطء شديد، وتقريبا في 15 دقيقة الأولى أصبح التركيز على الناحية اليمنى من ملعب المباراة والاعتماد على الكرات العرضية، وهو أسلوب أعتقد كان أسلوب سابق أو قديم لفريق الزمالك. صحيح، يعني الزمالك عانى في أول فترة من المباراة ببطء كبير جدا في وسط الملعب وفي بناء الهجمة، وكانت تنقطع ويعطي الأريحية لبيراميدز للعودة وإغلاق مناطقه، وهذه واحدة من الكور اللي أخذناها. شوف كم ثانية تأخذ بناء الهجمة في الزمالك وآخر شيء تنقطع يعني بسهولة من بيراميدز. الفريق كامل، فريق بيراميدز يرجع في مناطقه ويتمركز صح. لذلك أنا أعتقد الزمالك يعني كان بطيء جدا خاصة في وسط الملعب، وكان يعني ما في حلول للمدافعين أن يمررون بسرعة بسبب عدم تحرك ناصر ماهر وأيضا زياد كمال وعبد الله السعيد في 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 خلق مساحة للمدافعين أو تمرير الكرة للخط الأمامي. لذلك يعني تكررت الحالة في أكثر من كرة، بطء في بناء الهجمة وفي التحرك وفي يعني تمركز بدون حركة بالنسبة للاعبين الآخرين، قلل من حظوظ أو من وصول الزمالك للمناطق الخطرة اللي ممكن يحدث منها خطورة. يعني حتى الهدف اللي جاء كان من على الطرف بتحرك ذكي جدا من يعني زيزو وناصر ماهر، وأيضا تحرك من سيف الجزيرة. لكن في المجمل الزمالك كان بطيء جدا في بناء الهجمة وفي التحضير من الخلف، اللي خذ وقت طويل جدا وعطى الأريحية لبيراميدز في قطع الكرة وفي التحولات السريعة اللي عملها. ورغم يعني البطء إلا أن أيضا بيراميدز كان مستحوذ بما يقارب 65% في الشوط الأول. نعم. كابتن زبير، كنت تتحدث عن الضغط العالي اللي مارسه فريق الزمالك في الدقيقة 15، واعتقد طلبت لقطة، وأيضا على الهدف اللي يعني صار في نقاش تحت الهواء أنه بالفعل هي المنطقة الضعيفة أو المساحة المفتوحة في خط ظهر فريق الزمالك. هو البداية كانت للزمالك أفضل بفضل الضغط هذا، أنه من بداية المباراة حاول يضغط وقطع كم كرة. المشكل بالنسبة للزمالك ما كانش موفق في إنهاء الهجمة، يعني بعد قطع الكرة كان بسرعة يخسرها. وهنا دخول النقطة اللي كان يحكي عليها كابتن عبد الباسط، هو دخول عبد الله السعيد وناصر ماهر في المباراة كان متأخر كثير. نعم. يعني حتى يعني عبد الله السعيد طبعا أحسن بكثير، وهذا ليش كابتن حازم يقول لك إنه الشوط الأول أقل من الفريقين عندهم ما أحسن، لأنه في أدوات رئيسية نفس ما بلاتي توري ما همش في أحسن حالاتهم، وهذا مؤثرين جدا على شكل الفريقين. هذا الضغط ما استغلوش الزمالك، فما بالك إذا جاء الهدف. يعني في الفترة اللي الزمالك ضاغط، اللي الزمالك يحب يضغط، الجهة اليسار طبعا صار فيها نقطة مهمة جدا، هي زيادة العددية اللي يعملها رمضان صبحي مع إبراهيم على الطرف اليسار. والأهم من هذا هو الفارق البدني. شوف أنا يتفوق على الأول والثاني، يخلق عدم توازن، ترجع الكرة ستوب. شوف الفراغ اللي في نص الملعب بالنسبة للزمالك. نعم. شوف الفراغ، ما في ولا واحد قدام الدفاع بالنسبة للزمالك. وطبعا لازم نشيد في الاسيست الرائع جدا من رمضان صبحي، ولكن شوف الارتداد الدفاعي في الزمالك، ما في ولا واحد في نص الملعب ستوب. ثبت الصورة، ما في ولا واحد. هو ناصر كمال مع الأربع مدافعين والباقي كله مش موجود. هذا هو دخول عبد الله السعيد. نعم. وناصر ماهر في المباراة اللي كان صعب جدا جدا، وهذا الفراغ الكبير. وهنا طبعا الاسيست الرائع جدا من رمضان صبحي، والنهاية اللي كانت جيدة من إبراهيم عادل. أنا أعتقد ضد مجرى اللعب جاء الهدف، ما أعتقدش، وعكس العكس. نعم. وقت اللي الزمالك يعاني جاءت عملية الهدف وقدر إنه يرجع في المباراة. نرجع لهدف الزمالك في الدقيقة 40. مجهود كان جبار ورائع حقيقة من ناصر ماهر، هو اللي يفتح الجبهة اليمنى، هو اللي تقدم، هو اللي عمل العرضية. أيضا مثل ما تكلم كابتن زبير عن المساحة المفتوحة في خط ظهر فريق الزمالك، أيضا كانت مساحة مفتوحة في طبعا منطقة وسط صناعة. أيوة. وهنا في خطأ في عملية التغطية. وجون الزمالك نفس الكلام، مهارة وأخطاء برضو البيراميدز. هتلاقي هنا بص، هنا ورا حمدي مفيش، المفروض مرعي، يعني أول ما نصر ماهر عدى بص مساحة مرعي فين؟ مرعي جوه ال 18 تماما، لازم يبقى يقرب شوية. المساحة دي كلها كان لازم يبقى فيه
مرعي قرب شويه، عشان كده المهاره كويسه لكن استغلال اخطاء المدافعين وتمركزاتهم غلط طبعا. وتحرك سيف الجزيري اكثر من رائع، انه سرق سامي يعني بشكل حلو قوي قوي. نعم. في ثانيه يعني. بص هو واقف قدامه كل ده، واقف 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 في الطاق، وهو بيحط رجله راح سرقه من في ظهره وحط الجون. الناحيه الثانيه نفس الكلام. اللعيبه المشكله اللعيبه لو اشتغلت كده الريتم بتاعهم لازم يكون احسن. يعني ناصر ماهر 45 دقيقه ما عملش غير الكوره دي. تخيل انت لو عمل 4-5 كور كده، تخيل لو رمضان صبحي عمل 4-5 كور كده، تخيل الامور هتتحسن جدا جدا. كل اللعيبه بتلعب السيف سايد، باخد الكوره وباصي اللي جنبي، ادور الكوره، مش عايز يغلط كتير. فكره دايما ان انا مش عايز اغلط، ما بيبقاش فيها المجازفه لازم مطلوبه، خصوصا اللعيب الحريف. انا هعمل مجازفه ممكن تتاخد مني مرتين، بس المره اللي هعدي فيها هعمل جون زي ده. فلازم اللعيب اللي عنده الكواليتي يبقى عنده مجازفته اكتر شويه، لازم، لان انت بتعتمد انك تعمل حاجه اوت اوف ذا بوكس. ما حدش متوقع، انت كل الناس عارفه انك تعمل كده لكن ما حدش عارف انك تعمل كده. صحيح. ناصر ماهر الوحيد اللي عمل 2 بقى هو الجول. ناحيه الجون اللي دخل في الزمالك زي ما قال زبير، زياد ضامن جدا، قفل مع ابراهيم عادل. لازم عبد الله يبقى يقفل نص الملعب، لكن المساحه اللي جابها زبير كبيره جدا. يعني بص زياد هو اللي هتلاقيه بيميل ناحيه اليمين، ديفندر لوحده اهو. لما الكوره تعدي بقى ناحيه ابراهيم عادل والحته، كمل الهجمه. بص زياد هو، بص هو ده زياد، ده ديفندر. نعم. لازم عبد الله هناك اهو، عبد الله لازم يقفل. بص بص كله قافل هنا الناحيه دي، عبد الله وزياد جم هنا ومفيش نصر. لازم الناحيه دي اللي تبقى في حد بيضغط معاه الناحيه الثانيه، لان يبقى في هارموني في نص الملعب. لما حد يضغط ما ينفعش الاثنين. يعني بص ده عبد الله وده زياد، الاثنين دول بص نعم. بس كده، دول عبد الله وزياد اللي هم الديفندرين. تخيل. صحيح. فطبعا ما ينفعش اثنين يروح على نفس الكوره، واحد يروح والثاني يأزل الخطوه. كانت زمانها ان الامور هتبقى احسن شويه، لكن هي اخطاء ومهاره لعيبه. طبعا رمضان عملها حلوه جدا جدا جدا. يعني احنا تكلمنا كثير قبل المباراه على عدم الاستقرار في قلوب الدفاع الاثنين عند الفريقين الاثنين، وشفناها في الشوط الاول انه دائما لما تتحرك الكره، لما حد يعمل شيء يعني يعمل حركه فنيه، انه يصير ارتباك في قلوب الدفاع الاثنين. نعم. يعني هنا خرج المثلوثي، يعني المفروض حسام يطلع الدفاعات معاه ويصير اللاعب ويصير ابراهيم في الاوف سايد. صحيح. بس انهم دافعوا هم يتراجعوا، خلوا مجال. نفس الشيء محمد حمدي 2 على 1. انت شو طالب من زميلك؟ خليك انت مركز كمدافع، اقطع الكره انت، ادخل في الثنائيه. بس تخلي ناصر ماهر يمر بهذه السهوله وبعدين ياخذ مجال انه الدفاع كله يرتبك، هنا صرنا في الغلط 100%. يعني الاخطاء. وبعدين محمود مرعي، انت ماسك اوريدي سيف الدين الجزيري ماسكه، وهذا اخطر لاعب في ال 18. صحيح. خليك معاه لاخر لحظه. سامي اللي كان ماسكه، مرعي اللي كان سامي مرعي عمل الضغطه العكسيه وسامي هو اللي كان ماسكه. بس يعني هذا هدف سيف الدين شبيه بهدف روماريو في كاس العالم لما اخذ المدافع وراح هرب فيه. فصراحه تحرك رائع راس حربه بصراحه. صحيح. عباس كنت تتكلم عن بطء التحضير، وبالفعل كان بطء التحضير خاصة في منطقة وسط الملعب كانت ملاحظة على فريق الزمالك. هذا واحد. احنا نتابع الآن يعني بعض الهجمات والفرص لنادي بيراميدز نسبيا كان الأخطر على مرمى الزمالك. يعني شوف بيراميدز كان نسبيا أفضل، انتشاره أفضل، لكن ما استغل حالة الزمالك. سجل هدف وكان يفترض، ترى هذه ميزة الفرق الكبيرة، أن تستغل حالة الفرق اللي لما تكون مثلا في اقل مستويات. الزمالك ما ظهر بالشكل المطلوب في الشوط الاول. بيراميدز كان له افضليه شويه وقدر يسجل هدف لكنه ما كمل. نعم. يحسب للزمالك عدم استقبال هدف ثاني وعودة المباراة السريعة وقبل انتهاء الشوط الأول. هذه راح تعطي أعتقد دافع لفريق الزمالك يعني ما شفنا زيزو في أقل من واحدة من أقل مبارياته يمكن اليوم. أيضا مصطفى شلبي الجهة اليسرى بالنسبة للزمالك أيضا بناتك ولا مصطفى شلبي ما كان فيها تقريبا ولا هجمة. هي اعتماد كلي على المهارة الفردية الكبيرة يعني ناصر ماهر وتحرك الجزيرة، لكن في المجمل ما في مساندة كبيرة في الخط الأمامي لفريق الزمالك. تجد يعني لما اللاعب يعرض مثلا واحد وتلقى 4-5 من مدافعين بيراميدز في مناطقهم. الكور المقطوعة من فريق الزمالك أيضا أعطت أريحية لفريق بيراميدز في أن بناء هجمة والأريحية واللي ساهم في استحواذ بيراميدز في الشوط الأول بشكل كبير. كثير يعني من تحدث في الآونة الأخيرة من مراقبين ومحللين جوزيه غوميز
غير من التكتيك، اصبح يلجا ويعتمد على الاختراقات من العمق. احنا نشوف انه رجعت الامور مثل ما كانت عليه. ويمكن عبد الباسط نبه لنقطه ان الناحيه اليسرى اليوم اللي فيها شلبي ما جاتش. ما راح اقول معدومه، مش باينه نهائيا. معدومه. صحيح. هو بنتايج بيدافع على اجوله، ان صديق اجوله سريع جدا فثابت، لكن مصطفى شلبي ما بيزيدش خالص، ومحدش بيزيد معاه كمان. لما بتجيله الكوره بيلعب دايما من الثبات، ما بيلعبش ان هو ياخد الكوره ويتحرك. لا، الزمالك طبعا الشوط الاول في احسن من كده، وكويس ان بيراميدز ما داسش، ودي مشكله شخصيه بيراميدز، ان هو لما جاب جون في الزمالك هو مبسوط. صحيح. مع انه لو كان داس شويه كان ممكن يجيب جون تاني ويخلص الماتش. والكويس انه الزمالك تعادل قبل نهايه الشوط الاول. الحمد لله طبعا. هاي نقطه مهمه. ما هي دي دي بجد والله شخصيه اللي انت بتلعب بفانيلا بيضاء بخطين حمر، ان انت ممكن ما تبقاش الكواليتي جامده عن اللي قدامك، بس انت عندك انك انت الناس بتفوقك كل شويه. بتلعب في الزمالك لازم تبقى ليك رده فعل، لان لعيبه الزمالك الشوط الاول مش هي دي ولا واحد في حالته الطبيعيه. يعني زيزو الواحده او ناصر ماهر واحده في الشوط الاول قدر يعمل شكل كويس، لكن لعيبه بيراميدز لو سبت لها مساحات وما ضغطتش هتعمل لك مشكله. اللي هم جامدين جدا ولعيبه كويسه قوي، بس مصيد فرقه. يعني دي مشكله بيراميدز بجد، ان هو لما يجيب جون مع الزمالك او الاهلي خلاص انا بقعد، مع انه ممكن عنده كواليتي، بس هو خلاص انا كويس كده. الزمالك بقى له فتره محطوط تحت ضغط فبيشتغل كويس. دي مش على فكره، دي حاجه جديده في الزمالك. كان دايما نقول لو دخل فيه جون خلاص بيهمل. نعم. بقى لما 3 4 ماتشات بيخش فيه جون لا بيشتغل ويجيب جون، وبيبقى موفق ان هو في الكوره اللي بيروح بيجيب فيها جون. لكن